هاي يا جماعه، بمناسبه اني عامله كورس جديد، او هو مش كورس قوي يعني، خليني اشرح لكم بسرعه هو عباره عن ايه وتعرفوا انا عامله الفيديو ده ليه. انا عامله حاجه زي كوميونتي او مجتمع تقدر تكون بتدخل فيه بسبسكريبشن زي نتفليكس، بتقعد فيه بالسنه. في السنه دي بتاخد كورسز عامه عن المجال وكل الحاجات اللي محتاجها، سواء ازاي تجيب اول عميل ليك، ازاي تجيب كذا عميل، ومش بس كده ازاي تعرف تدير مالياتك. عشان الفكره كلها عباره عن ان انت محتاج العميل عشان تجيب فلوس، وعشان تجيب فلوس محتاج العميل، ولو انت بتجيب العميل محتاج تحافظ على الفلوس عشان تعرف تكبر وتعرف تجيب عملاء اكتر. فهي القصه كلها عباره عن دايره كده كلها مربوطه ببعض. ومحتاج كمان عشان تعرف تبدا محتاج مجتمع فعلا يكون بيمر نفس اللي انت بتمر بيه. عشان كام حد فيكم خد هنا كورس وقعد يقول بعدها هو انا خدت كورس اعمل ايه يعني؟ في الكوميونتي دي او في المجتمع ده اللي انتوا هتدخلوا عليها من خلال الكورس اللي انا محضراه ده، هيكون معاكم كذا فريلانسر تاني غيركم. مش بس كده، كمان هيكون معاكم تمبليتس او قوالب تقدروا تستخدموها عشان تبعتوا ايميلاتكم، عشان تشوفوا مالياتكم، عشان تعرفوا تجيبوا اول عميل ليكم بطريقه سهله. ومش بس كده، هيكون في كل شهر اونلاين سيشن مع حد من المجال يقدر يكون بيفيدكم بشكل اكتر. فما اعتقدش في اي حاجه انتم محتاجينها عشان تكونوا فريلانسرز مش موجوده في الكورس. هتلاقوا اللينك في البايو وتقدروا تكونوا بتعملوا ريجستريشن، هحط لكم في الديسكربشن تحت. وتعالوا بينا نبتدي احكي لكم شويه عن مجال الفريلانسنج واقول لكم الحاجات اللي وحشتني في ان انا اكون فريلانسر، لانه انا دلوقتي حاليا ما بقتش فريلانسر، انا بقى عندي بزنس. وانا شايفه ان الفريلانسنج شبه البيزنس شويه، في شويه فروقات، ده اللي هنتكلم عليه في الفيديو النهارده. اهلا بيكم في الشانل بتاعتي، انا ماري حداد، ودي تشانل ليرن وذ ماري اللي هو انا نتعلم مع بعض لو انتوا جداد هنا عن الديجيتال ماركتنج، الفريلانسنج، وازاي نعمل بيرسونال براندنج او محتوى يكون بيخدم على كل ده عشان نقدر نعيش الحياه اللي احنا بنحبها وعايزينها من خلال ان احنا نشتغل الشغلانات اللي احنا بنحبها. والنهارده هكلمكم عن الحاجات اللي وحشتني جدا في ان انا اكون عامل حر او فريلانسر، لان انا دلوقتي بقيت صاحبه بزنس. انا من سنتين ابتديت اكون صناعه محتوى، بعلم الناس ازاي تكون فريلانسرز، ولسه في فيديو قريب كنت عاملاه عن الحاجات اللي اتعلمتها في صناعه المحتوى، تقدروا تشوفوه. هتلاقوه طالع في حته هنا، بصراحه انا مش عارفه هو في اليمين ولا في الشمال، بس كده ماشي. هتلاقوا فيه الحاجات اللي اتعلمتها من صناعه المحتوى. المهم مش دي قصتنا خالص في صناعه المحتوى ولا لا، بس انا صناعه المحتوى ابتديته عشان اعلم الناس ازاي تعمل فلوس من البيت وازاي تقبض بالدولار من البيت. وفي الكورس بتاعي هعلمكم ازاي تقبضوا بالدولار من البيت بجد، وازاي تقبضوه وازاي تعملوا كل حاجه. المهم في بدايتي علمت الناس ازاي تكون فريلانسرز، وانا الفريلانسنج كبر مني وقررت بناء على قرار شخصي ان دي اهداف حياتي وده شكل الحياه اللي انا كان نفسي فيها وده كان طموحي. ده مش معناه ان انا بقول لاي حد انت لازم تعمل زيي بعد كده. ازاي الفريلانسنج لما حولته لبزنس وحولته لشركه، لان الفريلانسنج عباره عن ايه؟ عمل حر، ان انا بكون بشتغلش عند حد، محدش بيقبضني فلوس كل شهر، بس بقبض على حسب البروجكت او على حسب المشروع اللي انا متكلف بيه لوقت معين. يعني انا عندي المشروع ده لمده 3 شهور، عندي المشروع ده لمده شهر، بسلمه بقبض فلوسه، شكرا السلام عليكم. ده العمل الحر. انا ابتديته كده في الاول، بس لما العمل الحر ابتدى يزيد ويكتر، انا كبني ادمه واحده ما كنتش قادره على كاباسيتي الشغل او حجم الشغل اللي بيجي، فجبت حد يساعدني. لما حد ساعدني جبت حد تاني يساعدني، لحد ما بقينا 12 وعندي شركه اسمها ذا سيس كوم. فانا هقول لكم بقى ايه اللي وحشني قوي لما انا كنت بشتغل لوحدي. اول حاجه وحشتني في الفريلانسنج او افتقدتها لما عندي بزنس، حريه اختيار المشاريع. هتقولوا لي يعني انت لما عندك شركه ما بتنقيش اللي عايز تشتغلي معاهم؟ ولا. انا عشان عندي مسؤوليات كتير قوي دلوقتي، سواء الضرايب، سواء ان انا عندي مكتب واخداه، سواء المرتبات، سواء كل الحاجات دي، فانا عندي التزامات. فالالتزامات دي كبيره مقارنه بالتزاماتي لما انا كنت فريلانسر او عامل حر لوحدي. وقتها كان عندي التزامات ماديه على المستوى الشخصي، انا مش بتكلم على المستوى الشخصي، انا بتكلم على مستوى الشغل. فان انا اقول او لا للبروجكتس ما بقاش حاجه بالنسبه لي لوكجري، ما بقاش بالنسبه لي دي حاجه عادي ان انا اقدر اقول انا عايز اشتغل مع ده مش عايز اشتغل مع ده. لا، انا بحتاج ان انا اشتغل مع معظم الناس عشان اقدر اكون بوفر الدخل المطلوب للشركه ان هي تفضل تكون قايمه وبتشتغل. الفكره كلها ان انت عشان تقدر تعمل حاجه زي كده انت محتاج تكون في كفريلانسر برضو من حقك تنقي انت بتشتغل مع مين. لان انا لحد دلوقتي وانا في الشركه عندي بنقي بس على شكل مختلف شويه في ان انا انقي الكلاينتس اللي بشتغل معاهم ليها علاقه بالفاليوز بتاعتي او قيمي انا كشخص،
انا مثلا ما بحبش اشتغل مع ناس في بتشتغل في قطاع التجميل، نتفق او نختلف. انا بالنسبه لي بشوف ان انا عشان اماركت لحاجه زي كده محتاجه ابتدي اقول للبنت انت شكلك وحش، محتاجه تبقي احلى، او عامه الموضوع بالنسبه لي مش ماشي مع الفاليوز بتاعتي، فانا ما بقبلش اي عملاء مثلا من عملاء التجميل. ده من حقي جدا وانا عندي بيزنس، بس حريه اختيار بقى المشاريع ان انا اعمل ايه وما اعملش ايه، الموضوع شويه بقى ريستريكتد. تاني حاجه وبرده موجوده وحشتني ايام الفريلانسنج، حريه ان انا اكون بشتغل من المكان اللي انا عايزاه. دلوقتي بحكم ان انا بقى عندي تيم وان انا بقيت صاحبه البيزنس، بضطر اكون موجوده في المكتب اشتغل مع التيم بتاعي. بنشتغل نص الوقت من البيت ونص الوقت من المكتب، بس فكره ان احنا نتقابل بقت فكره مهمه جدا، ان احنا نكون قادرين نتواصل مع بعض بشكل احسن بدل ما نكون بنتكلم من ورا السكرين طول النهار. وعشان اقعد مع كلاينتس اقفل الديلز، اقدر اسافر اجيب ميتنجز او كده، ما بقاش عندي حريه اختيار المكان ان انا زي الاول انا هطلع دهب هفتح اللابتوب اشتغل من هناك. ده لسه بيحصل بس مش بالسهوله اللي كانت موجوده ايام ما كنت فريلانسر. دلوقتي مثلا بسافر بقدر اشتغل من اي حته، افتح اللابتوب اقعد اشتغل، بس وجودي في مكان معين عشان دي محتاج يتعمل، محتاج اصور حاجه معينه، محتاج اقعد مع الفريق عشان حاجه معينه، محتاج اروح مشاوير للبنك، ومحتاج امضي على حاجات، محتاج اسحب فلوس، محتاج اعمل شيك اروح اديله محاسب عشان يعمل مش عارفه ايه، ان انا امضي عقود. كل الحاجات دي محتاجاني ان انا كنت ابقى موجوده في المكان اللي انا بشتغل منه. وده برضو كان بيحد من فكره ان انا اكون بشتغل فريلانسر. انا كان امنيتي او بدايه شغلتي كفريلانسر كانت اهم حاجه فيها ان انا اكون حره في الوقت، وحره في المكان، وحره في اختياري للمشاريع. الحريه عموما شيء انا افتقدته جدا كفريلانسر فيرسز ان انا بزنس اونر. حريتي عموما في المكان زي ما قلت لكم، حريتي في الوقت. احنا اضطرينا ان احنا يكون عندنا مواعيد ثابته عشان كلنا نقدر نكون لو محتاجين حاجه من بعض نقدر نكون افيلبل ونشتغل مع بعض في نفس الوقت. فبدل ما بقيت بشتغل وانا فريلانسر مثلا اي وقت انا عايزاه في اليوم لمده 6-7 ساعات مثلا، انا دلوقتي بشتغل من 10 ل6 عشان التيم افيلبل وشغال، وبشتغل اكشلي وقت اكتر بكتير بجد وانا صاحبه بيزنس، عشان بيطلع حاجات كتير قوي تانية ببقى طول الوقت بفكر في الشغل وعايزه انفست في الشغل وعايزه افكر هعمل ايه. فالموضوع ما بقاش شغلانه، هو بقى حياه، بقى دي حياتي انا. وانا نايمه بالليل بفكر البروجكت ده انا هعمل فيه ايه، وانا نايمه بالليل بفكر هو انا الشهر الجاي لو ما عنديش مرتبات هعمل فيه ايه. فيعني عموما الحريه في ان انا عندي بيزنس مش زي ما الناس فاكره، لا الموضوع الحريه فيه بتبقى اقل شويه، بس الحريه الماليه بتبقى اكبر فيه بكتير من الحريه الماليه في الفريلانسنج، لان الفلوس اللي بتدخل بتبقى اكتر بكتير، لان انت مش بتشتغل لوحدك، انت عندك كاباسيتي اكتر. انا بدل ما كنت واحد انا بقيت معايا 12، فقادره بدخل فلوس اكتر، مصاريف اعلى، بس العائد المادي عليا اكيد طبعا احسن من ما كنت انا بشتغل لوحدي. تالت حاجه منطقيا لو احنا اتكلمنا عن الفلوس، ان مصاريفي كفريلانسر اقل بكتير كمصاريف شركه. مصاريف شركه ممكن في الشهر ممكن توصل لمبالغ بجد ما كنتش اتخيلها، في حين ان انا كفريلانسر ايه مصاريفي اللابتوب بتاعي، الكهرباء اللي بستخدمها، اكلي وشربي عامه انا كبني ادم في البيت، لو انا محتاجه اجيب سيت اب معين اقعد اشتغل فيه، مصاريف مثلا لو انا بصور حاجه، بتعلم كورس جديد، الحاجات دي كلها هي دي مصاريفي، الانترنت بتاعي. بس مصاريف شركه الموضوع بيوسع بقى، الضرايب، السيستمز اللي محتاجين نستخدمها كشركه، سواء مثلا سيستمز مثلا زي كليك اب اللي احنا بنستخدمه في الشهر، جيميل، المرتبات تاني والمحاسب القانوني وتقفيله السنه وحاجات محتاجين نشتريها ولابتوبات، الحاجات دي كلها. فالمصاريف بتاعه الشركه تقيله قوي. المفروض اللي داخل يكون قد اللي طالع، او اللي داخل يكون بيكفر ده، الحمد لله يعني فضل ونعمه ده بيحصل. بس مصاريفي كفريلانسر كومبيرنج بده بجد اقل بكتير، فانا ممكن اكون مدخل البروفيت بتاعي اعلى بكتير عشان الاكسبنس بتاعي او مصروفاتي اقل بكتير من مصروفاتي كشركه، فالبروفيت او المكسب اللي انا بكسبه اعلى بكتير كفريلانسر. بس بقى هتحسبوها على حسب انتوا عايزين تحسبوها ازاي. عايزين تحسبوها انا هنا ممكن اكون بدخل فلوس، مثلا هنا بدخل فلوس ب7 ارقام، بمعنى انا بدخل فلوس من 100,000 جنيه وطالع وبصرف بال100,000 جنيه وطالع. هنا ممكن اكون بدخل ب30,000 جنيه في الشهر بس بصرف مثلا 2000-3000 جنيه. مكسبي هنا فيرسس المصاريف اعلى، بس مكسبي هنا عالي ومصاريفي طبعا عاليه. رابع حاجه وحشتني فكره الفريلانسنج ان there is a way بقى. يعني لو انت ابتديت فريلانس وقررت بكره الصبح تشتغل في شركه مفيش ايشو، يعني مفيش مشاكل، مفيش حد هيبقى
انا بحس ان الناس انا بشتغل معايا دول عيلتي، ولادي، عيالي، فانا كل حد مسؤول مني اخر الشهر يكون بياخد قدر من المال مني عامل حسابه عليه، وانا كمان. فانا الفكره كلها ان انا دلوقتي بقيت بفكر هو انا لو سبت الشغل قررت اقفل كل ده هعمل ايه؟ لو انا فريلانسر وقررت اروح اشتغل عند حد خلاص واشتغل فول تايم تاني، سهل ان انا اقدر اعمل ده. ممكن القرار يبقى صعب شويه بس سهوله تحقيقه مش صعبه. انا اصلا الواحد خلاص طالما بقى بيزنس اونر صعب قوي يرجع تاني يكون بيشتغل في شركه، فقرار ان انت توقف اسهل بكتير في ان انت وانت فريلانسر. فانا عايزاكم بس تفهموني ان انا مش بعمل الفيديو ده ان انا اقول لكم ان البيزنس انها حاجه وحشه وما تعملوش كده، لا، انا بقول لكم الحاجات اللي وحشتني. ده مش معناه ان في حاجات حلوه في البيزنس، وفي فيديو اوريدي عن الحاجات اللي اتعلمتها في ان انا عملت فيها بيزنس، والبيزنس طبعا غير حياتي لاحسن 100%. مثلا بقول لكم الحاجات اللي وحشتني عشان محدش يجي يجري ورايا يعني انت متضايقه ان انت بقى عندك بيزنس، الناس اللي مش عاجبها حالها دي. انا ما قلتش كده، انا بقول لكم الحاجات بس اللي وحشتني في ان انا اكون عندي الحريه اكتر زي ما كنت. والناس اللي انا ابتديت عشان ان انا فريلانسر ان انا ابقى فري، عندي فريدم، والفريدم دي مبقتش موجوده قوي زي الاول. خامس حاجه وهي اكتر حاجه وحشتني، انا ممكن اخد اجازه. انا وانا بزنس اونر انا مش عارفه اخد اجازه، انا مستحيل اعرف اجز. بمعنى انا ممكن اسافر بس انا تليفوني مستحيل يتقفل لان مفيش تفتوفه بتتعمل من غيري. ده مش بسبب سوء ادارتي بس ده طبيعي لان انا في الاول بكبر شركه، فطبيعي ان انا اكبر شركه يكون في ناس كتير بترجع لي في وقت كتير قوي على حاجات كتير قوي. فانا نو واي ان انا اقول طيب انا الاسبوعين الجايين مش شغاله، مستحيل. انا لازم اكون افيلبل، برد على التليفونات، بدي فيدباك على حاجات، اكون موجوده. لكن وقت الفريلانسنج انا لو الوقت ده مش عايزه اخد بروجكت انا مش هاخد بروجكت، والموضوع سهل جدا وبسيط وواخد اجازه ومحدش بيجري ورايا ومحدش بيدور عليا. بقول للكام كلاينت اللي معايا دول ان انا تمام مش شغاله الوقت الجاي، ما اخدش بروجكتس اصلا. بس كفريلانسر الموضوع بجد اسهل بكتير قوي في الاجازه. انا مسافره قريب وسفريتي بجد انا مستحيل اعرف اقفل فيها تليفوني لان انا لو حصل كده الدنيا كلها هتبوظ. اي نعم عندي سهوله اكتر ان انا في ناس بدال جيت ليها شغلي ففي شغل بيخلص بشكل مختلف، بس نو واي انا ما اكونش متاحه او افيلبل. فانا اكتر حاجه فعلا وحشتني ان انا اعرف اخد اجازه وقت ما احب. دي اكتر حاجات وحشتني في ان انا اكون فريلانسر. بس ده ما يمنعش ان انا مبسوطه جدا بان انا بزنس اونر ومبسوطه ان انا عملت الترانزيشن دي، وهعمل لكم فيديوهات اكتر بكتير بشرح فيها الحاجات اللي اتعلمتها في البيزنس وحاجات اتعلمتها في الفريلانسنج. فما تنسوش بقى لو انتوا عايزين تبتدوا مشواركم كفريلانسرز ادخلوا على اللينك اللي في الديسكربشن، ابتدوا احجزوا وابتدوا ادخلوا معانا في الكوميونتي دي. بجد بجد مش هتندموا. ودي نهايه حلقتنا النهارده. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان لو مش عايزين تدخلوا الكوميونتي وما يفوتكوش اي محتوى بينزل هنا، فعلوا الجرس واشوفكم الحلقه الجايه. باي باي.